أهلا بيكم في حكاية جديدة من حكايات دكتور جاليليو، حكايات المناظير. حالة النهاردة هنشوف بوليبس والتكبير هل بيفرق معانا في إن احنا نشخص فعلا المرض ولا لأ. طيب، اما نشغل الفيديو احنا هنا اكتشفنا الذكاء الاصطناعي اكتشف إن في 2 بوليب عند المريض ده. بدأنا نشغل الطيف الضوئي. في الأول الجهاز قال إن هي ما فيهاش تغير خلايا، إن احنا مش واقفين كويس ومش عاملين التكبير صح. هنبتدي نغسل كويس قوي ونشفط كل السوائل اللي موجودة في القولون، ونبتدي نكبر بحيث ان احنا نشوف النسيج بالظبط، ونظبط الزوم بتاع الجهاز عشان الزوم ده هو اللي بيقدر يحدد الشعيرات الدمويه اللي موجوده على سطح البوليب. وزي ما اتفقنا ان البوليب ديت هي بدايات تكون الاورام. لما بدأنا نظبط الزوم لا ادى علامه صفراء، ده معناه ان هنا في تغير خلايا، يبقى النسيج ده بدأ يدخل في سكه تحوله لاورام. البوليب اللي فوق دي فيها تغير بسيط في الخلايا، لان مهما كان الشعيرات الدمويه منتظمه، فديت فيها تغير بسيط في الخلايا. لكن اللي تحت دي لو خدتوا بالكم ان الشعيرات الدمويه عامله زي اللولوه، زي الحاجات الملولوه كده، فالتغير هنا شديد. فدي اللي تحت دي رغم انها اصغر لكنها قربت تقلب اورام. فبالتالي احنا كده بالتكبير قدرنا نحدد اذا كان البوليب دي فيها تغير خلايا ولا لا، وهل التغير ده بسيط ولا شديد. طب انا لسه برضو مش شايفها كويس، وانا كل شويه مش عارف اشوفها. بحقن ميه زي ما انت شايف، ودي ميزه المناظير اللي فيها حقن ميه. في بامب كده بتحقن ميه، فانت بتقدر تشوف النسيج بانتظام، فقدرت تشوف الشعاعات الدمويه. فالحاله دي فيها تغير بسيط في الخلايا. البوليب اللي هي الكبيره دي شويه فيها تغير بسيط في الخلايا، دخلت في سكه الاورام، لكن بورم لسه في مرحله التغير الخلايا. لكن اللي تحت دي زي ما انتم شايفين كده بالتكبير الشعاعات الدمويه بدات تعمل اللولوه اللي احنا كنا بنقول عليها، دي تغير شديد في الخلايا رغم انها اصغر، لكن فيها التغير اشد. فبالتالي الاتنين دول بيتشالوا، لان دول لما بنشيلهم بنقي نفسنا من سرطان القولون. دي فايده المناظير الهاي ديفينيشن، فايده التكبير، فايده الطيف الضوئي، وكمان الذكاء الاصطناعي دخل معانا انه يقدر يحدد اذا كان الخلايا دي فيها تحور زي ما انتم شايفين كده العلامات الصفراء كتير ولا لا. اتمنى الفيديو النهارده يكون عجبكم واستفدتوا منه. واي سؤال خاص بالجهاز الهضمي او بمناظير الجهاز الهضمي اتمنى تبعتوه على الصفحه او على الواتس لرقم التليفون ده.